تكونوا كامل بخير وعلى خير. رجعت لكم فيديو جديد. الفيديو اليوم راح يكون عبارة عن بيكنيك في الغابة، ان شاء الله ينال اعجابكم. وجبت لكم فيه وصفات، وصفة الدونات ووصفة مسكوتشو يذوب في الفم ومشمخ، يجي مشمخ وبنين وتعصيف وسهل وسريع. نتمنى ينال اعجابكم الوصفة، ونتمنى تجربوا الوصفة وتعطوني رايكم. نبداو على بركة الله الفيديو بوصفة الدونات. كما راكم تشوفوا حطيت 4 كيسان فارينة وجوج مغارف حليب بودرة ومغرف كبيرة خميرة تاع الخبز وكيس خميرة الكاطو، نص كاس زيت وربع كاس سكر وشوية ملح وبيضة. ونخلط المكونات كامل ونجمع العجينة بماء دافي حتى تولي عندنا عجينة طرية ونخليوها ترتاح. ولهنا نرجعوا لوصفة المسكوتشو. كما راكم تشوفوا درت 4 بيضات وقرصة ملح وقشور الليمون وزدت لهم كاس سكر وكاس الا ربع زيت وخليتهم حطيتهم في الخلاط يتخلطوا مليح باهي يولي قوامه خفيف، يجي قوامه خفيف ويذوب السكر ديالنا مليح. وزدت لهم كاس حليب وخلطتهم مليح، ومن بعد حطيتهم رجعتهم في البول ديالي. زدت لهم الفارينة وجوج اكياس خميرة الكاطو وغربلتهم. طبعا لازم تغربلوا الفارينة باش ما تجيكمش هذاك الحبيبات. طبعا الفارينة انا درت 2 كيسان فارينة وشويه، كل واحدة على حسب الفارينة ديالها. نتوما ديروا 2 كيسان وشوفوا اذا جاكم قوام كيما هذا القوام يجيكم ماشي سائل بزاف. دوك نوري لكم القوام كيفاه يجيكم. وطبعا هنا بعد ما درنا الفارينة والخميرة نسيت نقول لكم نديروا مغرفة خل كبيرة. انا درت الخل بذوق الليمون، ومن بعد دهنت المول ديالي بالزبدة الفارينة. طبعا نكونوا مشعلين الفرن من قبل على درجة 180 ولا 200 درجة. شعلوا لها من تحت وما تقويولهاش كما قلت لكم باه تطيب بعقلها وتطلع، وما تفتحوش عليها حتى تشوفوها طلعت شويه وتشموا ريحه الطياب. حتى كي تحلوا تشوفوا حمارت من الجوانب ديالها. من بعد شعلوا لها شويه من فوق تحمر شويه تدي اللون هذاك الذهبي. دوك نوريكم في الاخير كيفاه يجيكم. حتجيكم خفيفه وبنينه سهله بزاف ويجيكم مشمخ من داخل. اللي ما تحبش المسكوتشو كاين المسكوتشو اللي يجيو ناشفين من داخل. هذا هو القوام ديالهم البنات كما راكم تشوفوا في الفيديو. ولهنا راح نحطوه في الفرن ونرجعوا للعجينه تاع الدونات ديالنا بعد ما خمرت نص ساعه. شوفوا البنات كيف تولي. راح نرشوا شويه فارينه في طاوله العمل ومن بعد نسطحوها نحلوها بالحلال تتولي عندنا هذا القوام كما راكم تشوفوا. ماشي خشينه بزاف لخاطر من بعد راح تزيد تخمر. ونديروها في سنيوه هكا نرشوا عليها شويه فارينه. طبعا في هذه المرحله من المستحسن انكم ديروا بابي كويسون بكرسون كاريات وتخليوها تخمر فيه. من بعد تكتزوها وتحطوها في الزيت وما يفسدش معكم الشكل، لكن للاسف ما كانش عندي حطيته ديريكت على السنيوه. ومن بعد هذه هي النتيجه تاع المسكوتشو كما راكم تشوفوا بعد ما طاب وحمار. وشوفوا اللون ديالو شحال. ولهنا هذه هي الدونات بعد ما خليناها راح نزينوها. طبعا زينتها بسرعه كنا مزروبين ما تشوفوش على الشكل بزاف، ما تقنتهمش كما مالفه. ولهنا حنعيشكم شويه اجواء الطريق. نخليكم تتمتعوا بالمناظر وبالاجواء. مشاهده ممتعه للجميع.
المكان اللي نقعدوا فيه. حطيت الديكور طبعا كما راكم تشوفوا. هذا هو المسكوتشو ديالنا، من بعد راح نقسمه لكم وتشوفوا كيفاه جاب يجي من داخل. هذه هي النتيجة تاعو البنات بعد ما قسمتوه. شوفوا كيفاه يجي من داخل، يجي بنين ومشمخ كيما قلت لكم، ويجي خفيف وليه يطيب معاكم. هذه بعض الصور اللي درتها في البلاصة هذيك. طبعا اللي حيتسائل وش هذه اللي فوق المسكوتشو هذيك البيضاء، درت صوص شوية حمضاء باه تجي هكا من فوق باهية. درت 100 غرام سكر جلاسي و20 غرام عصير ليمون وخلطتهم مليح، ومن بعد درتهم من فوق كتزيين مع القرص. تجيب بنة مش نورمال يا البنات، جربوها واعطوني رايكم في تعليق. الى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله ينال اعجابكم.